ما ييجوا بقى يتفقوا كلهم عليكي ويبقوا عايزين اكل من بره، لازم تقومي تتصرفي. ومش كده وبس، ده انتي تعمليها لهم احسن من بتاعه بره وبكل تكاتها واسرارها. تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتعملي لايك وشير ومتابعه، ويلا نسمي بالله ونشوف الطريقه ايه. في الاول كده جبت كيس بلاستيك وما تستغربوش، حطيت فيه قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر وراس توم صغيره ومعلقه من الكمون وملح وكزبره ناشفه. تمام. بصوا المقادير بسيطة جدا وعندنا كلنا في البيت. وشوية كمان من البابريكا، ولو مش عندك بابريكا خلاص عادي جدا استبعديها. انا مش عايزة التومة بتاعتي ولا الفلفل يبقى مدقوق ناعم، انا عايزاه يبقى مجروش. هي دي الفكرة، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. هنبتدي بقى ايه نعمله كده بالمدق زي ما انتوا شايفين، او تاخدوه لفة في الكبة بس ما تهرسوهوش قوي، يبقى بالشكل ده، يبقى الحاجه باينه فيه. الكبده بتاعتي بقى اديتها شطفه كده، وخدت ايه معلقه من الخلطه اللي انا عملتها دي، وهسيب الباقي وهقول لكم هنعمل بيه ايه. هنبتدي بقى نقلب الكبده كده مع نص عصير ليمونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان هسيب لك تطبيق حلو قوي في الكومنتات، احملي بقى منه كل الوصفات اللي انا بجيبها دي، وكل الاكلات وحلويات واكلات ومشروبات هسيبهولك في الكومنتات تحت او في البايو. كمان زدت بقى على الكبده معلقه من الخل. بعد كده هنروح بقى على النار، نجيب طاسه ونحط معلقتين 3 كده من الزيت، واول ما الزيت بتاعي يسخن بنزل بالكبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بس ان انا افردها وما اقلبهاش، هسيبها بس لحد ما ايه تنشف معايا من تحت شويه، وابتدي ان انا اقلبها. وما تخافوش خالص، هتبقى طريه جدا من جوه واخده كده ايه تحميصه من بره زي اللي انتوا بتاكلوها بره، وبتبقى عجباكوا جدا. اول بقى ما بتشد من تحت كده معايا وبتلون، ببتدي ان انا ايه اقلبها كده بسباتولا علشان ما تتكسرش معانا وتتهري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو بقى عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير. ودي نص التتبيله اللي كنت ركنتها على جنب، قلت لكم هنستخدمها اول ما الكبده بتشد معايا كده وتخش في التسويه، بنزل بيها بالشكل ده. وطبعا كل ده وانا بشتغل والنار بتاعتي تكون عاليه جدا، ما ينفعش توطي النار على الكبده عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها وتشد معاكي. هبتدي بقى ان انا اقلب كده لحد ما تاخد معايا لون حلو، وبعد كده بقى بنزل بقى ايه بفلفل حامي وفلفل بارد، يعني فلفلايه رومي وفلفلايه حامي. لو مش عايزه حامي بلاش منه خالص، تقدري تستبعديه، بس هو بيديها طعم حلو قوي. والكبده الاسكندراني معروفه بالفلفل. بعد كده بقى بنقلب وبنعصر بقى ليمونه، اخر حاجه بنضيفها بقى الليمون كده. ولو عايزه كمان بقى عندك معلقه دبس رمان حطيها، بتديها طعم حلو قوي. شايفين الطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، بس كده وبألف هنا.